اللبوقة اتظلمت سمعتها عند المصريين لكنها الأخف وزن والأسرع والمسؤول عن الصيد. معلومات كتير نعرفها غلط عن ملك الغابة وحريمه بسبب جملة منتشرة بين المصريين. اقعد جنب امي. ومعلومات ما نعرفهاش أصلا، منهم إن اللب ده وهو الشعر الكثيف اللي حوالين رقبة الأسد ده كل ما كتر كل ما زادت هيمنة الأسد وقلت إصاباته في القتال، وكل ما غمق لونه زادت جاذبيته للإناث بسبب ان ليه دلالات على معدلات التستوستيرون العالية والصحة الجيدة، وان ده برضه ممكن يكون احيانا سبب موته في البيئات الحارة نتيجة لاجهاد الحرارة. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ وده غير الصيد الجائر اللي قلل اعدادهم ل 50%. ويلا بقى عشان نتكلم بعد ما تعمل اشتراكك، لان بجد عاوز اوصل لل1000 مشترك، ولايكك عشان يوصل الفيديو ده للي بعدك، وكومنت فيه رقم من 1 ل10 يدل على اعجابك بالفيديو. ويلا مع بعض نشوف الحلقة الثالثة من حقائق غير حقيقية هتقول ايه. شبح اسد وسط الغابة وذبح قدامه ناس ياما صوتها اتنبح قبل سلاكن بيبيعوا سبح. لو نبدأ بزمرة بسيطة مكونة من أسد و3 لبوقات مثلا ومجموعة من الأشبال، فاللبوقات هنا مختصة بالصيد بسبب وزنها اللي أقل من الأسد الذكر ب50 ل 70 كيلو جرام، فهي رشيقة بسرعة تصل ل 80 كيلو متر في الساعة، يعني أعلى من سرعة الأسد اللي هو 70 كيلو متر في الساعة. وطبعا احنا شعب بنحب المقارنات، فهي سرعتها أقل من الفهد بنسبة 50%، لأن سرعة الفهد بتوصل ل 120 كيلو متر في الساعة. وطبعا سرعتها أعلى من الإنسان اللي أعلى تسجيل لعداء في العالم وهو يوسين بولت اللي جرى 100 متر في 9 ثواني بسرعة تقريبية تصل ل 45 كيلو متر في الساعة، فبالتالي اللبوقة أعلى منه بنسبة تقارب ال 50%. فده يخليك تتشاهد أنت كإنسان طبيعي لو شفت أسد، عشان أنت آخرك 2 كيلو متر في السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فزمانك دلوقتي بتقول الذكر ده إيه لازمته أدام بيخرج أهل بيته يأكلوه وهو قاعد بينام لي لمدة تصل ل 20 ساعة. بس الحمد لله بينامهم على فترات متقطعة، يعني بينام في النهار في الأماكن المظللة وبعد الوجبات، لأنه بياخد الحصة الأولى من الفريسة. فهو بيعمل كده عشان يوفر الطاقة، وكمان عشان دي طبيعة الحيوانات المفترسة. منشن بقى لصاحبك اللي بينام في مية وما يحسش باللي حواليه. ونرجع تاني للأسد، وده اللي يخلي من وظائفه حماية المكان اللي فيه الأشبال وموارد المية واللبوقات من أي ذكر عدواني تاني، لأنه في البداية لما بيحس بخطر بيزقر، والزئير ممكن يتسمع لحد مسافة 8 كيلو متر. وفي تحذير نقول كمان اي ذكر يشقلب يتدحرج دماغه توز ويروح نواحيها هقطع وشه. ومع فرض ان الاسد العدواني فاز على الاسد بتاع الزمرة، فعكس كل التوقعات اللبوقات بتهاجم احيانا الاسد ده وتحاول التغلب عليه، بس ده لما بيتعلق الامر باشبالها اللي هم من الاسد اللي لسه مضروب، فاكره؟ لان الاسد الجديد بيبقى عاوز يقتل الاشبال عشان يضمن ان الاشبال اللي هتيجي هتبقى حامله جيناته هو وبس. ففي الحاله دي اللبوقات بتهاجم كلها الاسد المعتدي بتهور، مستخدمين ان الكتره تغلب الشجاعه، وبيضربوا امه ضرب. لان في حياة الزمرة كل اللبوقات ترعى الاشبال وترضعهم، فما فيش تفرقة. ومعانا فرضية ان الزمرة الطيبة دي، وزمرة بمعنى كلمة عيلة، ان اللبوقات اللي فيها اصطادت يوم 30/1/2025. هتصطاد امتى تاني؟ وبما ان الاسد مش بياكل يوميا في الغابة، بل معاه من 2 ل5 ايام لحد ما تطلب معاه، لانه بياكل لحد 20 كيلو جرام لحمة، ومدة الشبع بالطول بالكمية اللي هو اكلها. فهنا تطلع اللبوقات اللي بتأكله يا الصبح بدري بعد الفجر كده، يا بعد المغرب، عشان تتجنب درجات الحرارة المرتفعة الظهر. فلو انت حابب تتمشى في الغابة خلي بالك من المواعيد دي. خليت بالك ممكن يصطادك الظهر عادي ده لو جعان. أسد وبيجوع؟ ده سؤال محوري. الأسد فعلا ممكن يجوع، لأن أحيانا بيضطر إنه يسيب الفريسة اللي هو اصطادها لمجموعة من الضباع أو الكلاب البرية عشان بس يتجنب الإصابة. وخد دي بقى ان ملك الغابة ده ممكن يسرق الاكل من نمر او فهد عادي خالص عشان بس يتجنب الصيد. وفي النهاية انا لاحظت ان العيب عند الاسد الذكر، ومع ذلك الشتيمة بتروح للبوقة. فادام هي حفظ مش فهم بقى، فيلا اشتراكك يا اسد، وكومنتات كتير يا سبع، ولايك يا غالي عادي يعني.